وكانت الحقيقه الهدف الاول اللي قلت لكم عليه جه للنادي الاهلي من الساعه 4 من ساعه ما دخل جمهور النادي الاهلي. والعدل النهارده يقول ان النادي الاهلي لو في توفيق كبير يكسب 6-7 مستريح. فنيا النهارده الاهلي وان سايد جيم. الاهلي النهارده عامل كل حاجه في الكوره. نتحدث فنيات ونقول هارد لك للهلال، مبروك للاهلي. اللي جاي هنتكلم عليه، واللي جاي هنناقشه فني، واللي جاي هنقول النهارده قصه ايه. قلت لكم قبل كده والناس احيانا ما بتصدقناش، قلت لكم كولر قال للمقربين ليه ان هو نفسه فيتوريا يدي كهربا، لان كهربا هو الورقه الكسبانه والرهان الكسبان ليه. اقول لكم سر يذاع لاول مره. كهربا كولر من 48 ساعه قال لكهربا انت اللي هتكسبني المباراه دي، وقال له على الشكل والطريقه اللي هيلعب بيها، وقال له هبني الخطه على كده وانت اللي هتجيب الجون الاول. كولر قال لكهربا كده. وفي مكالمه اهو بقى عشان اكمل جمعتني بكهربا، وكهربا قال لي يا كابتن انا متكلم مع كولر لو ان شاء الله باذن الله اخدت، لان ما حدش بيقول لك انا هبتدي او مش هبتدي، قال لي ان شاء الله باذن الله لو اخدت انا هجيب الجون الاول. ده كلام كهربا وتصريح كهربا ليا. كنت متوقع ان كهربا هيبقى الورقه الكسبانه او الرهان الكسبان للنادي الاهلي، بس مش بصوره التالق دي، مش بالتالق دي. ده الجون الاول وقفها كده. ايه ده؟ يعني ايه ده؟ دواء زي ما بيقولوا بلغه الكوره كده، روحي حطها. الراجل لما نزل حسين الشحات نازل سيبكم من الكوره، سيبكم من الفنيات، بيعزف اورج. يعني دايما في عالم كره بيقول لك ده مزيكا، دي مش كوره، دي مزيكا. راجل بيوقف الكرة ازاي ويقف في الظهر ازاي، ومروان عطية بيحط ازاي وازاي بيتعامل بهدوء في الصندوق خالص ويلم وخط ظهر فريق الهلال ويقوم حاطط الكرة في الجون. هدفين الحقيقة رائعين. بيرستاو بيعزف اغنية. راجل النهارده شاعر بيكتب كلمات. راجل النهارده يستلم ويحط لده في النص ويحط لده اسيست، وشغال الحقيقة النهارده بعينيه وعامل سكاننج للملعب كله. مروان عطية ايه بقى دي؟ ايه ده؟ يعني قصه الشكر ليه او ان هو لعيب كبير او صغير، ايه القلب ده؟ محمد عبد المنعم عملها قبل كده، اول ظهور ليه كان في مواقف صعبه، لكن النهارده مباراه زي دي تديها لمروان عطيه في وجود كل الجمهور ده، والراجل قلب ميت، قلب الحقيقه يوقف ويسلم في الرجل ويزيد وشغال الحقيقه 6 و8 عامل ماتش كبير قوي، لعيب كبير. صفقه مروان عطيه صفقه كبيره وصفقه ناجحه جدا. على فكره هي مش كلها سلبيات ومش كلها نص كوبايه فاضي، وفي واحد ياخد لك لقطه حد من الجمهور عمل، فبص عمل ايه؟ انت بتتكلم على 70 80 الف. طب بص اللعيبه، انت بتتكلم على 3-0 وفرقه تكسب 6-7. يا عم اضحك، اتبسط، افرح، افتخر ببلدك، افتخر بالمنظومه، افتخر بالامن، افتخر بالحاجه. تسيب كل ده وتبص كده من، عارف زي ما بقول لك، من خرم الباب كده في دايره قد كده، تبص كده تقول ايه؟ بص في شويه رمل هنا. يا راجل حرام عليك، حرام عليك. مش شايف كل الجمال ده؟ مش شايف كل الحلاوه دي؟ ايوه بتكلم النهارده لاني فرحان وفخور وسعيد، وخرج المشهد زي ما احنا عايزين، نتيجة وأمن ومشهد رائع وجمهور متحضر وكل حاجة في الدنيا، كل حاجة في الدنيا. يبقى دائما وأبدا مصر بلد الأمن والأمان، ويبقى الأهلي كبير.